معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، رشة ملح، معلقتين كبار من الحليب، معلقة كبيرة من الزيت، فنجان مية دافية. نقلبوا المكونات كلها مع بعضها، بعدين نضيفوا 5 معالق كبيرة من الدقيق، ممكن نحتاجوا معلقة واحدة أخرى لو تم الخليط خفيف بتاع البيتزا. أنا ضفت معلقة واحدة أخرى تمن 6 معالق دقيق. القوام يقعد نفس قوام خليط الكيكة، مش تقيل ومش خفيف، وسط. بعدين أنا جبت شيشة فاضية وحطيت فيها خليط البيتزا. بجد وصفة سريعة وما تاخدش وقت، ودرت يعني زي فتحة صغيرة في المقطع. بعدين عندنا هنا الطماطم، زيتون، فلفل، طبيخة البيتزا، جبنة موتزاريلا أو أي نوع جبنة عندكم، وممكن تستخدموا حتى الكاتشب بدال الصلصة. جبت مقلاية غير قابلة للالتصاق، دهنتها شوية زيت وحطيت شوية من الخليط بتاع البيتزا. بعدين دهنتها هنا شوية من صلصة البيتزا. حطيت طبعا الطماطم، الفلفل، الزيتون، الجبنة، رشة زعتر، وغطيت بالمغطى. أهم حاجة على نار تكون هادية باش البيتزا متاعتنا تطيب على مهلها. هيك خلاص نعتبر كملت نص الخليط. بصراحة خفيفة وما تاخدش وقت ولا مجهود ومقاديرها بسيطة. بعدين هنا عندنا خلاص طابت، طلعتها. جيت خديت باقي كمية الخليط بتاع البيتزا وقلت ندير وحدة مدورة كبيرة. وطيت عليها الغاز وغطيتها هيك طابت، قلبتها الجهة الأخرى. حطيت الصلصة، وممكن كيف ما قلت لكم تحطوا بدل الصلصة كاتشب. بعدين حطيت الخضرة، الجبنة الموتزاريلا. خلاص هيك طابت، قطعتها مثلثات، جت تهبل وخفيفة، وبديت مع فنجال شاي. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة السريعة هذه، ونشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.